السلام عليكم ورحمة الله حبايبي. كل سنة وانتم طيبين. والحمد لله خلصنا امتحانات على خير ان شاء الله. قلنا ننزل فيديو للولاد اللي عايزين يحسنوا خطهم ان شاء الله بإذن الله. الطريقة دي كويسة يا جماعة، شفتها انا قبل كده، ربنا يبارك اللي عملها. اللي هو عن طريق الدوائر. انت الاول بتشتغل بتعمل دايرة، بتجيب قلم رصاص عادي خالص وتشتغل تعمل دايرة بالقلم الرصاص، تقسم الدايرة الى اربع اجزاء. عايز اكتب حرف الالف، بنزل عادي من عند الخط اللي عندي في النص اهو. الالف اهو عندي، يبقى انا كده عملت حرف الالف. طب الباء سهله جدا، باجي من عند الدايره هنا اهوت وامشي كده واطلع فوق. لو ابني عملها واتدرب عليها خطه هيتحسن طبعا. هي دي مش قواعد الخط، لا ده احنا بنتكلم ازاي ابني يقدر يحسن خطه. طيب لو تاء نفس القصه، لو ساء نفس القصه. طب الجيم عندي بنعمل حاجب عين او موجه، وتكمل اهوت وتنزل بنص الدايره اهو. يبقى انت كده يا بطل عملت جيم او حاء او او خاء برضو. طب بعد كده الدال ربع دايرة اهيت، دال او زال ربع دايرة، هتلاقي عندك الدنيا تمام. بعد كده الراء اهو، والزاي نفس القصة. السين، الشين هي. طب الصاد عندك. كل ده في الدايرة بتاعتك اللي انت قاسمها اربع اجزاء. طب الضاد هي الطاء، والظاء نفس القصة. العين اهوت فوق وتعمل نص دايرة، والغين نفس القصه اللي عندك. يبقى انا المطلوب عندي ان انا بعمل دايره بقسمها اربع اجزاء او اربع حتت عندي واشتغل عليها. الفاء اهيت فاء. القاف طبعا خلي بالك الفاء بتبقى على السطر، القاف لازم تنزل تحت السطر اهي. القاف عندك اهي. بعد كده عندي الكاف. اللام اهو من النص وانزل واطلع. الميم اهيت. النون. الهاء اكنك هتعمل دال وفاء وسطيه، يعني الفه في النص اهو. والواو. وبعد كده عندك اللام الف. واخر حاجه الياء اهي. طبعا ابني في البيت عندي هيشتغل، هيعمل دواير بالقلم الرصاص. بعد كده بنجيب له قلم يشتغل عليه عادي. هو بيتدرب ان انا همشي وهعمل نفس الطريقه. يبقى انا لو حبيت اعمل اي حرف ارسم دايره بدايه من السطر الاولاني للسطر الثاني اهو، واقسمها اربع اجزاء. عايز مثلا اكتب جيم او حاء او خاء اهو، موجه او حاجب عين اهو. طبعا مع الوقت هلاقي ابني قدر خطه يتحسن ويكتب لوحده. طبعا الحروف لو حبينا نكتبها اصلا لوحدها من غير الدوائر والكلام ده الصح اهو. عندك الالف اهي. الباء واحد صغير كده وما بيكملش للسطر اهو، ونطلع لفوق. طبعا التاء والساء نفس القصة. الجيم والحاء والخاء موجة هيت ونص دايرة. الدال ربع دايرة وهي والزايل. الراء والزاي. السين والشين هما الاتنين واحد. الصاد وطبعا الضاد. بعد كده عندك الطاء والظاء. العين كأنك هتعمل همزة اهو، والغين. الفاء اكني اعمل رقم ثلاثة لفوق سنة وما نزلش لغاية السطر اهو. القاف زي ما اتفقنا بننزل تحت السطر. عندك بعد كده الكاف واللام بننزل ونطلع لها اهو كاس اهوت. والميم. النون والهاء اللي قلنا اكننا هنكتب دال وفاء وسطية، في النص. والواو واللام الف والياء. في كده كشيدة هيت يعني طويلة كده عندي. يبقى انت ان شاء الله باذن الله ابنك لو شاف الفيديو خليه يشتغل على الدواير، يرسم بقلم رصاص زي ما اتفقنا اهوت. قلمك الرصاص اهوت، ارسم لي دايره يا حبيبي في البيت، اقسمها اربع اجزاء. مش لازم يرسم الدايره يعني بالظبط، لا عادي. عايز اكتب مثلا حرف مثلا السين اهو، ثلاث سنات وانزل اهو اطلع. هتلاقي هو مع الوقت خطه هيبتدي يتحسن. مع الوقت خطه مع الوقت هو هيكتب من غير الدوائر ان شاء الله. يا رب اكون قدرت افيدكم في الفيديو ده، ويكون في افادة ان شاء الله باذن الله على قد ما قدرت. وكل سنة وحضراتكم بخير، والسلام عليكم ورحمة الله.